ازيكم عاملين ايه؟ اتخيلي معايا كده لو انت فنانة مشهورة ودايما بتعتمدي على الفريق بتاعك في كل حاجة، لكن فجأة كده بتحصل حاجة بتخليكي تروحي مهمة لوحدك انت وتبقي معتمدة على نفسك. فهل يا ترى تقدري تكملي لوحدك ولا الظروف هتلطش معاكي؟ ده اللي هنعرفه بقى لما نشوف بطلة حكايتنا النهاردة. دي بطلتنا يورم، كانت فنانة وايدول مشهورة جدا فرقة بنات، لكن ما استمرتش كتير وفشلت، ودلوقتي شغالة مذيعة بقالها 5 سنين في القناة دي. والبرنامج بتاعها بيكون عبارة ان هي بتروح اكتر من منطقة وبتشوف الحاجات اللي فيها، وكمان بتجرب حاجات بنفسها لأول مرة. لكن بقى واللي احنا بنشوفه وهي بتصور البرنامج بتاعها ان المنتج بتاع البرنامج دايما بيقلل منها، هو بيقول لها مش كفاية ان انت فاشلة كايدول، دلوقتي كمان هتكوني فاشلة كمذيعة. فاللي هو بالراحة عليها يا كابتن، مش كده يعني. وهي بتكون بتلعب لعبة كده ووقعت منها طبعا غصب عنها، فبيروحوا بيقول لها حتى اللعبة دي مش عارفة تلعبيها. والصراحة كده بيفكرنا بكام شخص في حياتنا بيفضل يقلل مننا. المهم بتكمل البرنامج بتاعها وبتكون بتتكلم، لكن بتقول في نص الكلام بتاعها كلمة بيت، وهتقول لي جابتها منين؟ اقول له كان في عربية بتاعت بيت معدية من جنبها وبتقول نفس الكلمة، فعادي يعني ما حصلش حاجة. لكن طبعا المنتج مش هيسكت وهيروح ويزعق لها. هي بدل ما تتضايق او تزعق له مثلا بتمسك نفسها كده وبتقول اكتر حاجة بعرف اعملها هي الابتسامة، وبتبتسم عادي جدا. وفي وقت الاستراحة بقى بتكون المساعدة بتاعتها قاعدة معاه وبتقول لها بقول لك ايه، ما تروحي وتتخانقي معايا، اصلا ده برنامج اي كلام ومش مستاهل كل ده. فبتقول يا بنت خلينا ساكتين وقاعدين. فبتقول لها ده حتى ما بياكلوناش في البرنامج. والمساعده بتقول لها ان ال4 سنين اللي فاتوا كان المنتج جنج هو اللي معانا وكانت الدنيا زي الفل، لكن من ساعه ما المنتج ده هو اللي مسكنا عمال يرمي علينا كلام ويقلل مننا على الفاضي والمليان. وهم بيتكلموا بقى بتطلع لها لوز باودر من ماركه معينه كده، وبتقول لها ده اللي انت هتعمله عنه اعلان المره. وبتقول لها ان الماركه دي دعمانا كويس جدا ومخليه البرنامج بتاعنا يستمر. المهم بقى بيجي لهم راجل ريفي كده عشان يصور معاهم البرنامج، وبيبدا يكلمهم عن القريه بتاعته وقد ايه هي جميله، وبيطلع لها عصير وبيقول لها العصير ده انا مخمره من 5 سنين، ايه رايك تدوقيه؟ فطبعا بنتها بتكون قلقانه جدا، لكن بقى المنتج بيقول لها بقول لك ايه، اشربي الكاس ده على مره واحده. فبتضحك وبتشربه فعلا كله على مره واحده. على الناحيه التانيه بقى بنشوف المدير صاحب الوكاله اللي شغاله فيها يورو، واللي بيكون متضايق لان كل الفنانين اللي هو لمعهم دلوقتي سابوه وراحوا وكالات تانية، لكن في نفس الوقت بيكون مبسوط لان يورو ما سابتهوش. والمديره بتقول له يا حبيبي هي مش هتسيبك لان مفيش مكان تاني تروحه اصلا، ولو احنا فعلا معتمدين على يورو للدرجه دي انا بقول لك يا عم نقفل الوكاله احسن. انا مش عارفه الصراحه هم كلهم بيقلوا من يورو ليه، بس يلا نكمل. وبتكمل المديره بتقول له ده حتى الفنان اللي كان عندها دلوقتي بيخدم في الجيش. بنرجع تاني ليورو وهي بتكمل البرنامج بتاعها، وبتكون المساعده بتاعتها قاعده وبتظبط لها شويه في الميك، لكن المنتج بيقول لهم الكيس الاسود اللي ورا ده ما تروحوا ترموه. فالمساعده بتكون عايزه تروح وتلطشه كام قلم على وشه كده، لكن بنتنا بتقول لها اهدي خالص وبتروح هي ترميه. وبترجع تاني عشان تكمل الميك اب بتاعها، لكن فجاه كده بتلاقي ان وشها كله اتملى حبوب، وده كله طبعا بسبب المشروب اللي هي شربته. والمساعده بتقول لها بقول لك ايه، طب ما تعتذري بقى عن الحلقه وتروحي المستشفى عشان تطمني على نفسك. لكن يورون بترفض طبعا وبتقول لا الحلقه لازم تنزل في ميعادها وانا هكملها. وفعلا بقى بتكون هتعلن لسه عن المنتج اللي معاها وبتقول اسمه، لكن بتنطق اسمه غلط بسبب الالتهابات اللي في وشها، وان كمان لسانها تقل جدا بسبب اللي هي شربته ده. وفجاه كده كمان بنلاقي ان شفايفها اتنفخ. فهل يا ترى يعني المنتج يقول هنوقف على كده ونوديها المستشفى لان هي هتموت مننا؟ لا طبعا، بيقول هنكمل على كده عادي خالص. لكن المخرج لما بيلاقي ان هي مسكت بطنها وان وشها حصل فيه كل ده بيقول لا مش هنقدر خالص. فطبعا بيصح وبيقول خلاص هنودي الحلقه المونتاج لغايه ما نشوف هنعمل ايه معاها. لكن فجاه الراجل الريفي ده بيجري عليهم وبيقول لهم كلهم يهربوا، واللي بيكون جاي من وراه سرب كبير جدا من نحل. طبعا كله بيجري الا بطلتنا، ما بتكونش ملاحظه او مش شايفه كويس ان في نحل، وبتمسك بقى الكيس اللي فيه المشروب وبتكون فاكره ان هو جاي عشان ياخده. فطبعا هي زي العبيطه واقفه كده ومستنيه يجي، لكن هو بيتخطاها اصلا وبيجري. والنحل طبعا بيعمل حفله في وشها اكتر ما وشها في حفله اصلا. طبعا بيودوها المستشفى من هنا، والمنتج بتاعها بقى بيروح علشان يعمل مونتاج للحلقه. وبطلنا بقى بيظهر من هنا وبيكون هو المونتير المسؤول عن المونتاج بتاع الحلقه، لكن بيقول للمنتج اللي قاعد جنبه ان الاعلان ده مش هينفع ينزل. نيورم لسانها تقل وقالت اسم المنتج الاعلاني غلط، لكن طبعا المنتج قال له لا طبعا احنا هننزل الحلقه في وقتها وهننزل الاعلان في وقته عادي جدا بالغلطه اللي فيه، يعني بالغلطه اللي فيه وما تناقشنيش. فطبعا بقى بنتنا والمديره يبقى يشوفوا الفضايح اللي حصلت لها بسبب النحل، والبنت بقت ترند رقم 1 طبعا بسبب سرب النحل اللي كان بيجري وراها ده، والناس بقى اتعاطفت معاه ومع المشكله اللي حصلت لها دي. لكن فجاه كده بيظهر فيديو باسم المنتج اللي قالته غلط، وهم عمالين يكرروه ويتريقوا عليه، وبيتريقوا على النطق بتاعها، والبنت يعني ما بتكونش عارفه هتعمل ايه. لكن في الوقت ده بيطمن عليها حبها الاول شي، واللي بيبعت لها رساله وبيقول لها اصمدي كده ايه اللي حصل معاكي.
معاكِ. وهي بتقول له أنت عملت إيه في التصوير النهارده، وهو بتبعت له رسالة لكن هو ما بيشوفهاش أصلًا. المدير بقى بييجي لهم في الوقت ده وبيقول لهم كارثة يا جماعة، البرنامج باين عليه هيتلغي. طبعًا يورون بتاخد الصدمة من هنا، لكن هو بيقول لها اقعدي وكلي وأنا هاروح وأعمل أي حاجة عشان البرنامج بتاعنا يرجع تاني. لكن هي ما بترضاش إن هو يروح لوحده وبتقول له خدني معاك عشان أعرف أتكلم معاهم. هو بيقول لها أنتِ ما تعيطيش ولا تتوسلي لحد، أنا المدير بتاعِك وأنا اللي أتوسل مش أنتِ النجمة بتاعة الشركة بتاعتنا. بيروح بقى للرئيس بتاع الإدارة وبيقول له هو إيه اللي هيخلينا نلغي البرنامج بسبب غلطة صغيرة زي دي. لكن هو بيقول له مش إحنا اللي ادينا القرار ده، القسم بتاع التسويق هو اللي اداه، لأن الراعي بتاع المنتج قدم شكوى ضد البطل. فبيقول له إن ده مش سبب كافي، ما إحنا ممكن نعيد تاني تصوير المنتج والإعلان عادي جدا. لكن الرئيس بيقول له عشان أنت قلت إن البطلة ما عندهاش وقت إن هي ترجع وتصور تاني. فبيقول له أنا ما قلتش أي حاجة، مين اللي قال الكلام ده؟ فبيقول له إن المنتج اللي قاعد جنبي ده هو اللي قال. وده طبعا بيكون المنتج الواخد عادي جدا عشان يخرج نفسه من الموضوع، بيقول إن البطلة هي السبب. المونتير بقى بيكون نازل في الوقت ده وبيلاقي إن البطلة قدام الشركة وعمالة تبكي. المنتج بقى عشان يخرج نفسه بيقول إن البطلة كانت تعبانة جدا في المستشفى، وأنا الصراحة ما قدرتش أضغط عليها وأخليها تعمل حاجة هي مش عايزاها. فطبعا الرئيس بيكون فرحان جدا بيه وبيقول ما هو ده اللي بيحصل لما يكون المنتج بتاعكوا طيب القلب. لكن بطلنا بقى بيكون قاعد وسمع كل ده وبيقول طيب القلب ده، استنوا بقى اسمعكوا كام حته. وبيسمعهم حته لما كان المخرج بيقول له ان ما ينفعش البطله تشرب المشروب ده، لكن هو قال ان هي تشربه كله على بق واحد. وكمان وراه لهم اللقطه لما سابوا البطله وطلعوا يجروا كلهم وهي واجهت النحل كله لوحدها. وبيقول للرئيس عرفت دلوقتي مين اللي عنده التشيبه الزايده على رأي ابو خالد يعني. فطبعا المنتج بيكون متضايق جدا وبيقول للبطل هو انت عايز تطرد من الشغل ولا ايه؟ فبيقول له عادي ممكن نطرد ما عنديش مشكله. وبطلنا والمدير بيقوموا هما الاتنين يعلموه الادب. والرئيس بيقول للمنتج ان هو يجهز نفسه بقى للتحقيق وهيتوقف شويه كده عن العمل. المهم بقى بطلتنا بتروح عند الرئيسه بتاعه التسويق علشان ترجع لها البرنامج تاني، لكن الرئيسه بتهينها وبتقول لها ان لبسك كله مش لايق على بعض. وبتقول لها انا كنت ممكن ارجع البرنامج تاني، لكن طالما انت جيتي لي كده وتوسلت ليا انا مش هرجع حاجه. ورئيسه التسويق بتقول لها امشي بقى علشان جايه للضيوف. وبتكون من الضيوف هي صديقتها المقربه اللي بقت نجمه مشهوره دلوقتي، وكمان حبها الاول اللي كانت بعتها له رسائل الصبح وما ردش عليها ده. وبترجع بقى البت تفتكر في ذكرياتها لما كانت ايدول فرقه بنات وكانت معاها صديقتها المقربه دي، واللي ممكن نقول ان هما كان 5 اعضاء لكن فعليا كانت عضوه واحده بس، والاربعه التانيين راقصين خلفيين. يعني ايه؟ يعني صاحبتها دي كانت باين عليها معاها واسطه كويسه جدا لدرجه ان هي بس اللي كانت بترقص والباقي التانيين كانوا بيرقصوا ورا، حتى ان الكاميرا ما كانتش بتجيب اي حد غير وشها. والبطله طبعا حست ان هي في مذله وان هي على الهامش تماما، وان صاحبتها دي دلوقتي بقت نجمه مشهوره وكمان حبها الاول وهي الوحيده اللي عايشه حياه ما تتعش. وبتتصل عليها صاحبتها في الوقت ده وهي بتفتكر زمان لما هما الاتنين كانوا مع بعض وهم صغيرين وبيحلموا احلام كبيره جدا، وان اكيد سيول دي كلها هتكون عارفاهم في يوم من الايام. وبطلتنا طبعا بتفضل تبكي كتير على حظها المنيل ده. وبتشوف بقى بعدين الاخبار اللي بتتكلم عنها وعن البرنامج بتاعها وبتقول ان اخر حلقه هي اللي اتعرضت دي. وطبعا مامتها بتتصل بيها علشان تطمن عليها هي واخوها، بيكونوا عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. وفي الوقت ده الرئيس بيكون في المكتب وبيجيله طرد من بره وبيكون عايز يعرف الطرد ده بتاع ايه. وطبعا بيتصل على طول بيورم اللي بتيجي وبتقول له هو في ايه. فبيقول لها ان في مهمه حلوه جدا جت وان الموضوع ده جايلك من امريكا طازه. هو ايه بقى؟ هو الرحله البديله. وبتقول لهم يعني ايه رحله بديله؟ فبيقول لها ان الاجانب او السياح الاجانب بيكونوا نازلين كوريا لكن بتحصل معاهم اي حاجه ما بيقدروش ينزلوا، مثلا مشاغل عندهم او شغلهم ما بيقدروش ينزلوا كوريا علشان يروحوا في رحله. وصل لنا بقى طرد من امريكا من شخص بيقولك ان انت تروحي مكانه الرحلات ديت او تروحي وتصوري له كوريا وملامحها الخلابه دي وتبعتها له لامريكا. وبتتصل عليها السائحه دي وبتقول لها روحي مكاني علشان انا عندي ظروف ومش هينفع انزل كوريا. وبتقول لها ان هي اختارتها لان هي بتشاهد البرنامج بتاعها من 5 سنين وما فوتتش حلقه واحده، وان مفيش انسب منها ان هي اللي تعمل المهمه دي. وبعد ما بيتكلموا مع بعض بطلتنا بتكلم السيد بتقول له انا رافضه رفض تام. بتقول له انا مذيعه مشهوره والمهمه دي ممكن نكفل بيها اي حد، انا حاسه اللي بيدس على كرامتي سيكا كده. فبيقول لها لا عادي المهمه دي ممكن تعمليها عادي جدا، ويجيبها بقى يمين يجيبها شمال هي رافضه تماما. بتكون بقى بتتسوق هي وصاحبتها اللي كانت عضوه معاها في الفرقه برضو وبتجيب شويه حاجات، وبنعرف ان هي استسلمت من زمان جدا من ساعه ما سابت الفرقه وما كملتش، ودلوقتي فاتحه مشروع صغير. وبتقول لبطلتنا انت اكتر واحده فينا صمتي وعملت لنفسك كارير فكملي المشوار بتاعك لان اهلك دايما فخورين بيكي وعايزينك تبقي على الشاشه. ومامتها في الوقت ده بتتصل بيها وبتقول لها ايه الاخبار معاكي؟ فبتقول لها ما تقلقيش عليا انا اختاروني البرنامج تاني وانا هبقى زي الفل. بتروح بقى وبتقابل الرئيس بتقول له ان هي تعمل المهمه دي، فطبعا بيفرح جدا. بتقول له بس انا عايزه بقى حاجه واحده بس،
بس أنا عايزة المصور بتاعي يكون معايا اللي هو المخرج يعني، وكمان عايزة المساعدة بتاعتي. هو بيقول لها أنا مش هادّيكِ أي حاجة من الحاجات دي، أنتِ هتروحي ألون. فطبعًا بتتصدم جدًا وبتقول له يعني أنت عايزني أروح لوحدي وأنا ما باقدرش أعتمد على نفسي في أي حاجة، وأنت عارف إن أنا دايمًا باعتمد على الفريق بتاعي في كل حاجة وما باقدرش أعمل أي حاجة لوحدي. لكن هو بيقول لها إن هي تعتبر إن دي رحلة ليها واستراحة وتعمل كل اللي نفسها فيه، وإن مش مطلوب إن يكون في كاميرا وتصوير والحاجات دي كلها بتليفونِك وأنتِ اعملي كل اللي نفسِك فيه. لكن هي مش بتقتنع بكل الكلام ده وبتفتكر إن هو بيعمل كده عشان عايز يتخلى عنها، فبيدّي لها المرتب بتاع الشهر وبيقول لها أنتِ عايزة تعملي كده اعملي، مش عايزة تعملي براحتك. هو بيمشي وهو متضايق منها، لكن هي بتروح وبتشتري تذكرة عشان تعمل أول رحلة ليها في حياتها لوحدها. فهل يا ترى هتقدر تعمل الرحلة دي لوحدها وتسافر من مدينة لمدينة والّا لازم يكون حد معاها؟ ده اللي هنعرفه لمّا نكمل مع بعض المسلسل بتاعنا، وسلام.